السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم يا أصدقائي في قناة أساطير خالدة. نتحدث اليوم عن شخصية وطنية مهمة وأحد أهم الشخصيات الوطنية في الجزائر، الذين ضحوا بكل شيء من أجل أن ينعم هذا الوطن الغالي بنعمة الأمن والأمان. إنه عراب الثورة وحكيمها الشهيد الذي أركع جنرالات فرنسا وحيرهم بشجاعته وذكائه التكتيكي. إنه الشهيد العربي بن مهيدي رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه إن شاء الله. هو الشهيد محمد العربي بن مهيدي، والملقب بالحكيم أو جان مولان الجزائري من قبل الاستعمار الفرنسي. هو ثوري وشهيد ومناضل جزائري وأحد الشخصيات البارزة في ثورة التحرير الجزائرية. ولد عام 1923 ميلادي في قرية الكواهي بضواحي عين مليلة في ولاية البواقي شرق الجزائر العاصمة. نشأ في عائلة بسيطة وقد اهتم بالشؤون الوطنية منذ صغره، وانضم إلى حزب الشعب الجزائري في عام 1942 ميلادي. كان له دور كبير في الحركة الوطنية إذ انخرط في المنظمة الخاصة وارتقى إلى المناصب القيادية حتى أصبح مسؤولا عن الجناح العسكري في سطيف في عام 1954 ميلادي. انضم إلى اللجنة الثورية للوحدة والعمل، وكان من أبرز مفجري الثورة التحريرية الجزائرية. العائلة والنشأة. محمد العربي بن مهيدي من نسل عبد الرحمن ابن مسعود ابن مهيدي، الذي كان يعنى بالتجارة في مدينة الخروب. وأمه هي قاضي عائشة بنت حمو، التي كان والدها يقيم في مدينة باتنة. وقد نشأ في بيت كريم، فكان له من الإخوة أربعة: نفيسة الكبرى وفاطمة الزهراء وظريفة الصغرى، إضافة إلى شقيقه الوحيد محمد الطاهر. ولد محمد العربي سنة 1923 ميلادي، 1342 هجري في دوار الكواهي، الذي يقع بالقرب من مدينة عين مليلة في الشرق الجزائري، والتي كانت تابعة خلال فترة الاستعمار الفرنسي لعمالة قسنطينة آنذاك في منطقة كانت تعد معقلا لعائلة بن مهيدي، الذين كانوا يشكلون فيها قبيلة هامة تعرف بالمهيدية. نشأ في كنف بيت ميسور الحال ذا علاقة كبيرة في التمسك بالتقاليد العربية الإسلامية، فترعرع في بيئة عائلية راسخة في القيم والأخلاق. كانت أسرة بن مهيدي قد تربت في حضن الثقافة العربية والإسلامية، وجعلت من الاحترام لأهل العلم ديدنا لها، فكان لها معلما خاصا يعنى بتوجيه أبنائها في مسيرتهم التعليمية. بحيث كانت لهم دراسة مخصصة تواكب احتياجاتهم. وكانت العائلة تعنى بالزاوية، وهي معلم من معالم العبادة والتعليم. فرحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه إن شاء الله.